السلام عليكم، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده التوميه احسن من احسن محل، لان بجد جبتلكم سر التوميه اللي على اصولها من صاحب محل سندوتشات السوري اللي بيعملوا التوميه بجد بقى، وبطريقه سهله وبسيطه اقتصاديه جدا نقدر نعملها في كل وقت من كتر ما هي فعلا اقتصاديه وسهله. ولا بيض بقى ولا كلام فاضي، حاجات سهله وبسيطه كلها موجوده عندك في البيت. حاجة كده جميلة، وممكن كمان تخزني منها يعني جزء منها تفرزيه في التلاجة وقت ما تعوزيه، علشان طبعا احنا مش بنحط مواد حافظة عشان نركنه في التلاجة مدة طويلة. اللهم صل على سيدنا محمد. نصلي على النبي كده. وأول حاجة نزلت بكوباية مية ومعلقتين 3 من النشا. حطي يعني 3 معالق كده، مش مليانين قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا تقلبيهم كده على البارد كويس جدا لما يبقاش في اي تكتلات، وبعدين نروح بيها على البوتاجاز. طول ما على البوتاجاز ايدنا فيها. تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك كده، وشيروا الطريقة لانها بجد سهلة وهيستفيد منها الكتير. انا عملتها وما جمدتهاش قوي يعني، وسبتها قلت لما تبرد هتجمد شوية، بس كان ممكن اجمدها اكتر من كده شوية، يعني هي طلعت مني خفيفة سيكة. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت بقى اللي هي الحاجة اللي هعمل فيها يعني، ونزلت معلش ما كنتش بصور، نزلت بربع كوباية لبن صغيرة وب3 معالق زيت. الوقت نزلت بمعلقة من الخل ومعلقة من الليمون المعصور، وحطيت 3 فصوص توم. في ناس بيحط 7 فصوص توم، بس انا علشان يعني في ناس كتيرة ما بتقدرش على التوم الكتير، فحبيت احط توم قليل. ممكن تقللي التوم، ممكن تكتريه. المهم بالهاند بلندر كده، او تعمليها في الكبة او تعمليها في الخلاط زي ما انت عايزة. انا قلت اعملها بالهاند بلندر كده. ضربت كل المكونات ديت مع بعض، وحطيت طبعا شوية ملح. اخر حاجة بنزل بيها هي النشا اللي احنا مدوبينها دي. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين تضربيها بقى بالهاند بلندر، توصلك للقوام اللي انت عايزاه. انا ما بعملش كميه كبيره، بس برضو تعتبر الى حد ما الكميه دي كتيره بالنسبه لي، فانا هاخد منها جزء اشيله في كيس واحطه في قلب الفريزر والباقي استخدمه في طبق كده صغير. بس انا هوريها لكم الكميه كلها على بعضيها. بس بتضربيها كده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه، وخلاص على كده سهله جدا. عايزه تزودي توم زودي، عايزه تحطي لها مايونيز معاها او زبادي زودي، برضو مش هيجرى حاجه. عايزه تعمليها كده حلوه جدا. تقللي التوم قللي التوم، تكتري التوم كتريه. انا بدوق الملح بتاعها، بشوف الملح بتاعها محتاجه تاني ولا لا. بعد كده حطيت لها ملح شويه وضربتها ضربه تانية صغيره. بس شفتوا سهولة أكتر من كده؟ دي بقى التومية اللي بتخلي السندوتشات تحفة تجنن. أي سندوتشات بقى، بطاطس محمرة، شاورما، أي حاجة عندك عايزة تعمليها، حطي بس في السندوتش التومية توديه في حتة تانية. بجد حاجة جميلة. بصوا بقى، بصوا سمكها، هي مش باينة قوي عشان أنا يعني الكاميرا تعتبر كده بعيدة عن إيدي شوية، بس تحفة. شايفين القوام؟ بجد جميلة جميلة وطعمها تحفة. والتوم باين فيها، رغم ان انا مش حاطه توم كتير، بس التوم باين فيها طبعا. بس انتوا عارفين بقى في حد عنده قولون او كده ما بقاش حابب توم كتير، فعادي انك ممكن تحطي التوم قليل شويه. ايه رايكم؟ اظن ما فيش ابسط من كده ولا اسهل من كده، وكل حاجه موجوده عندنا في البيت. يا رب تعجبكم.